اهلا بالحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا من اخر فيديو كنت عاملاه معاكم. طمنوني كده عن نفسكم في الكومنتات واكتبوا لي اخباركم ايه في الحر ده. يعني الصراحة الجو صعب جدا جدا وحر قوي، يعني مش عارفة هنكمل باقي شهر 7 كده وشهر 8 في الجو ده ازاي. فالمهم بقى النهارده جايلكم بروتين مشتريات الاسبوع كالعاده، يعني لازم كده اعمل لكم فيديو بمشتريات الاسبوع. فيلا بقى نبتدي الفيديو بتاعنا. جبت ايه بقى الاسبوع ده؟ جبت كده زياده اللي هي الجبنه الموتزاريلا دي، برضو بحتاجها في ان انا مثلا بعمل بيتزا، بعمل بها برضو وصفات تانية في الاكل. وجبت كمان الفراخ الكنتاكي. يعني انا كل اسبوع بغير كده في حاجة او اتنين. يعني انا الاسبوع اللي فات كنت جايبة دقيق بقى ومكرونات وكده، ولسه فاضل عندي الحاجات دي. فقلت بقى بدل ما اجيب بقى مكرونة تاني ودقيق وكده، اجيب بديل حاجة تانية. فجبت ايه بقى؟ جبت اللي هي البانيه دي، وجبت كمان الجبنة الموتزاريلا. والحاجات بقى الاساسيه اللي هي الجبنه البيضاء. طبعا كان عندي جبنه اللي هي برضو في الجردل الصغير ده، بس كانت صفرة، فغيرت المره دي وجبت الجبنه البيضاء دي. المهم بقى خلصنا بقى من المشتريات. برضو هي مش مشتريات كتير قوي، لان زي ما قلت لكم فاضل عندي حاجات من الاسبوع اللي قبله. اول بقى كده طبعا بعد ما جهزنا بقى المشتريات بتاعنا، فقلنا نفطر حاجة خفيفة وسهلة وبحبها جدا. بس طبعا يعني في الصيف بنحاول ان احنا نقلل منها، لان الجو حر قوي. الكيكات بقى والمعجنات والحاجات دي بتبقى اكتر في الشتاء. فكان نفسي بقى اكل حاجة كده مختلفة، فقلت اعمل فطار سريع كده بسرعة في الخلاط، ما بتاخدش مني وقت خالص. طريقتها سهلة وفي نفس الوقت المكونات بتاعتها سهلة وبتكون موجودة كمان في البيت. فهنا عملت ايه بقى معايا كده في الخلاط؟ حطيت كوبايه من عصير البرتقال، لو مش موجود بنحط كوبايه من اللي هي العصير الفروت ده اللي هو البرتقال، وبيضتين، وكمان كيس من الفانيليا او كيسين من الفانيليا عشان الزفاره، وكوبايه ونص من السكر. وبنحط كل ده كده في الخلاط، بنضربهم كده على السريع في الخلاط، وبنكون بقى مجهزين في بولة كده كوبايتين ونص من الدقيق، وعليهم كيس بيكنج باودر. وببدأ بقى بالمضرب اليدوي كده اضربهم بسرعة. ما بحتاجش مضرب كهربائي ولا اي حاجة، لان هي مقاديرها سهلة، مش كمية كبيرة يعني. على قد الصينية اللي انا بعملها كده بتاخد مني كوبايتين ونص من الدقيق. فالصراحة قلت مش محتاجة او مش مستاهلة ان انا بقى اطلع اللي هو المضرب الكهربائي وكده. هجيب بقى الصينية دي وادهنها كده بشوية من الدقيق والزيت في الاول، عشان طبعا الكيكة كده ما تلزقش فيها. وافضي بقى كل الخليط ده فيها وخلاص. هدخلها بقى في الفرن على درجة حرارة 180. بكون طبعا مسخناه قبلها ب10 دقايق كده. وطلعت معانا الكيكة بتاعتنا كانت حلوة جدا. وقلت اجهز بقى الفطار كده، عملت قطعتين بقى من الكيكة وعليهم كمان مج كده من النسكافيه، واقعد بقى يعني افطر كده في روقان. برضو انا بعملها في صينية تانية غير الصينية دي، بتكون اصغر شوية، بيكون الارتفاع بتاعها الصراحة بيبقى عالي شوية، بس الصينية دي ما كانتش موجودة عندي ساعتها، فعملت في الصينية اللي هي المربعة. المهم فطرنا وخلاص بقى، لميت الشقة طبعا وعملت كل اللي كان ورايا. وقلت بقى كارما كانت عاوزة ايس كريم كده، فكان عندي فاضل كيس من الفروتو، عملته لها كده في الخلاط وحطيته بقى في الجهاز او اللي هو الشكل بتاع الايس كريم ده، وبدخله الفريزر بياخد شكل الايس كريم وبيبقى طعمه حلو. فيعني الجو حر، وكمان الاطفال بيحبوا الحاجات دي قوي. جهزته بقى وحطيته كده في الفريزر وخلاص. ده كان اخر الفيديو بتاعنا. ما تنسوش يا حلوين الاشتراك في القناة والكومنتات الحلوة اللي دايما بتشجعني ان انا انزل لكم فيديوهات. يعني انا بتأخر في تنزيل الفيديو لان مفيش تشجيع كده كتير. ف شجعوني بقى بالكومنتات الحلوة بتاعكم، واقول لكم مع السلامة.